شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كيف نستقبل رمضان؟ أول حاجة إن احنا نبدأ صفحة جديدة. ثاني حاجة مصالحة الناس من حولك، تصالح أمك وأبوك وقرايبك وحبايبك وأصحابك. علينا قرآن، بس تلاوة القرآن في رمضان لها طعم مختلف. انت عايز ايه من رمضان؟ عايز ايه من ربنا في رمضان؟ العتق من النار، مغفرة ما تقدم من الذنوب، ان تستجاب لي في كل يوم دعوة، ادراك ليلة القدر. عايزك تظبط نفسك وتجهز سلاحك اللي هو ايه؟ المصحف. تجهز مصحفك من الآن. ومن أول شهر رمضان ربنا الإمام الشافعي كان بيختم في رمضان بصفر، والأثر صحيح كان بيختم 60 مرة. يعني مش مشكلة أن تختم 50 مرة، يلا مش مشكلة، المهم أن أنت تختم. طب خليها 3 مرات على الأقل، يعني على الأقل كل يوم 3 أجزاء وتختم القرآن 3 مرات. بنقول للناس المدمنين تلفزيون انهم بطلوا بقى الكليبات والرقص والمصايب السوداء والافلام والمسرحيات والتهريج والكلام الفارغ الحاصل ده. خلاص بقى، ما شبعتش معاصي، ما زهقتش معاصي، ما قرفتش من المناظر. خلاص بقى كفايه. قرب لربنا سبحانه وتعالى. بنقول للناس اللي بتدخن اللهم تب على كل عاصي مسلم. انت بتدخن ليه؟ ما تبطل بقى. فرصة. رمضان قرب، رمضان داخل، رمضان على وشك. النهارده بدأ العد التنازلي، فاضل ايام ورمضان يدخل علينا، جاهز. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته